سلام عليكم. صباحكم مساكم فرحة. احنا فين؟ معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورة ال57 لسنة 26. يلا بينا ناخد جولتنا من أول قاعة واحد، ونبدأ بدور تدوين أو إبداع في سي 4. والناس عددها هيفرح بجد، ومنظر الكتب تحفة موت. دي الزحمة اللي الواحد عمره ما هيتضايق منها. دار الأمل فيها كمية كتب وحكاوي الأطفال من أول سن 5 سنين لحد سن 60 سنة، عشان احنا عمرنا ما هنكبر على الحاجات ديت. أيوة، اديني في اختلاف الثقافات. الكتب سيمترية يا اخواتي. عجبني الترتيب اللي في دار الأحمد، الحاجات دي بتشدني قوي. الله، دار داون من أكتر الدور اللي بحبها قوي. والدار المصرية اللبنانية برضو في صالة واحد B10. إصداراتها السنة دي متنوعة ولطيفة جدا، زي نكهة فاروق وعودة تمام والسيمفونية الأخيرة وذات الوشاح الأحمر، وغيرها كتير من الإصدارات. ودار داون هتلاقوها في قاعة واحد جناح B11 وقاعة 2 جناح B8. ومن أعمالها السنة دي رواية أبناء الليل ومحكمة لورين وجريمة الموسم، وأعمال مترجمة تانية زي رواية أشباح بلا كيفت، يا رب أكون منطقة صح، وغيرها كتير زي عادة داون. بيت الياسمين قاع واحد ب8. صراحة كنت قاعد أشوف الكاتبة مريم دسوقي. اللي ما يعرفش مريم فهي مريم أحمد دسوقي، كاتبة من السويس وصناعة محتوى. لها روايتين منشورين من قبل كده، الصندوق الأسود وتركتيني. دار أقلام عربية في B16. إصداراتها وأعمالها السابقة مكتسحة البورتيشن، شغل فاخر من الآخر يا جماعة. دار دي برضو أعمالها براقة جدا، حبيتها قوي. اديني في الزحمة اللي بحبها. حب ده ربنا يديمكم يا بنات. دارك يا أستاذ، دارك يا مدام، دارك يا أنسة. أنا بتبيع عليه كده. اوعى. أيوة، اديني في المانجا. اللي عايز مانجا يا اخواتي هيلاقيها في A23. وأعمال مترجمة وتاريخية وسياسية وذاتية، الله أكبر عليهم، منوعين جدا. دار السلام أعمالها مليانة سلام كده، والله تحس إن أنت مطمئن وأنت ماشي فيها. دار كيان في صالة واحد B22 عاملين مسابقة قمر قوي. لما نصور صورة مع إعلان كيان اللي هيكون موجود عند بوابة قاعة واحد، ونرفع الصورة ستوري ونعمل منشن للدار، وبعد كده ناخد سكرين من الستوري نبعتها للدار في مسج. الدار هتختار 10 فائزين، وكل فائز هيفوز بكتب من كيان. وأعمال كيان السنة دي تحفة قوي. هسيب لكم لينك المسابقة في الديسكريبشن تحت. دار الكرم وتخفيضاتها عاملين عروض من نار من أول 50 ل200 جنيه في صالة واحد جناح B25. بيت الحكمة وتصنيفاتها الأكتر من روعة في B26. يلا واحدة زحمة تاني. لو حد بيدور على كتب خاصة بالدين المسيحي هيلاقيها في دار الإيمان الرسولية في A28. ايه الجمال ده بجد، خبوني هنا مش عايز اروح بجد. في
مترات الكتب تخليك عايز تفضل باصص عليها، بجد حب مش عادي. دار العين ب32. مكتبة مدبولي فيها كمية كتب مترجمة وكتب أجنبية وعلمية خطيرة، أرشحها بشدة. معهد البحوث والدراسات العربية فيه كمية دراسات وأبحاث وكتب جنان، لو حد في دراسات عليا أو حد ماجستير أو غيره هيستفاد منها كتير أوي. صالة واحد C46. استنى، الدار الأقرب لقلبي، عصير الكتب، بجد بجد حب غير عادي. لو حد عايز يروح عصير الكتب هيلاقيها في صالة واحد جناح B38، وصالة اتنين جناح B36. ادعولي إن شاء الله هواية السنة الجاية هتكون مع عصير الكتب سنة 27. ولو انت أول مرة تشوفني فأنا ناشر رواية قبل كده اسمها ملتقى، بس للأسف السنة دي منزلتش بسبب مشاكل مع الدار، بس إن شاء الله من بعد المعرض هتتحكي في برنامج حكاوي على القناة يعني. المجموعة الدولية عاملين اوفر لحد 70% حسب نوع العمل. زوروها برضه يا شباب، هتلاقي الحلو كله. ولو حد بيدور على مانجا برضه هيلاقيها بكل تصنيفاتها وأنواعها وفصولها. دار حواديت E41 عندهم حاجة لطيفة برضه. شركة المستقبل الرقمي باين من اسمها بجد أعمالها ومنتجاتها مناسبة لبيئة التعلم المختلفة، بجد طفلكم هيستفاد جدا منها. دار سما في صالة واحد B45. تنظيف في منشورات الربيع جامد وشكل أعمالهم تحفة، خدوا فكرة يا جماعة بجد تنبسطوا جدا من أعمالهم. في B43. تنوين، جينا تنوين، يعني رواية جحيم 25 مايو رجال الجرح، صالة واحد B50، وكمان عليها أوفر طول فترة المعرض ب160 بدل 250. يا جماعة جنى قالت اللي هي موجودة هنا في المعرض، مشوفتهاش من السنة اللي فاتت بجد وعشانها قوي. جنى هي في راحت فين دي؟ يلا اديني واحد لقاء في السخان كده. أنا جنى الجرحي، ودي روايتي جحيم 25 مايو. روايتي السنة دي بتتكلم عن بطل يوم ميلاده ملعون. كل سنة بتحصل روايتي كام صفحة؟ استنى والله ما عرفتش كتير. 291. أنا جنى الجرحي ودي روايتي جحيم 25 مايو. روايتي بتتكلم عن بطل عنده لعنة في تاريخ ميلاده. كل سنة حد من عيلته بتحصل له مشكلة بسبب تاريخ ميلاده. يوم ميلاده 25 بيتفاجئ بجريمة قتل حصلت في بيته، بيصحى بيتفاجئ بجثة جنبه، بيظهر له شخص مجهول بيطارده علشان ينفذ 25 خطوة علشان يوصل لسر اللعنة دي. بتدخل أحداثه مع البطلة شهرزاد اللي بيختفي جوزها في ظروف غامضة. فجأة بيطاردها نفس الشخص المجهول علشان توصل لطريق جوزها. تفتكروا ايه سر جحيم 25 مايو؟ وايه سر رقم 25؟ هل هي كانت لعنة ولا اضطراب؟ الرواية هتكون متوفرة طول فترة معرض الكتاب في جناح دار تنمية صالة واحد B50، وأنا هكون موجودة في حفلات التوقيع 23/1 و25/1 و30/1 و1/2 لو محتاجين تاخدوها بالتوقيع. الرواية 292 صفحة، سعرها 160 جنيه طول فترة المعرض، بقى فترة المعرض بتكون ب 250 جنيه. بستناكم. أنا شامم ريحة اندومي يا شباب. أيوة، اديني في الثقافة الأندونيسية. يا رب أكون بلا صح. مكتبة الشروق عاملين شغل بالنار الحقيقة بجد عاش قوي. يا إلهي على الجمال، سمعت قالت ثانك يو ازاي؟ الله أنا حبيت خلاص، وأنا مش قلت في ريحة اندومي؟ ايه الأنواع غريبة الملامح غريبة الشكل غريبة الأطوار دي؟ وأنا ماشي في المعرض قابلت حد مميز جدا أنا أتعرف عليه. أعرفكم بنفسي، أنا اسمي حبيبة جمعة، عندي 20 سنة، بكتب شعر عامية،
والسنة دي ربنا أراد يكون لي أول حلم ليا، وهو ديوان ما لا يقال. هو ديواني الأول الفردي في معرض القاهرة. الديوان ده كان حلم من 3 سنين. كل سنة زرت المعرض هنا وحلمت يكون لي ديوان في المعرض، ويكون لي كتاب وسط الكتب، ألفات الكتب دي. فديوان ما لا يقال في صالة 1C21 في دار قاف. الديوان ميزته إن هو 55 صفحة بس، مش كتير عشان الناس اللي بتزهق من القراءة. هو بيشمل قصايد كتيرة جدا، حزن وفراق وحب ومغامرات كتير، فأرشحه لي. الديوان موجود في صالة 1C21. الديوان بره المعرض ب90 جنيه، عليه أوفر في المعرض ب50 جنيه لو حابين تاخدوه. ضرورة ارتقاء E56 أحسن مستوى الأداء. مكتبة اسكندرية يا جماعة مش محتاجين دعاية، انتوا بس دوروا على البالونة الحمراء وهتلاقوا الدار على طول في E49. مجموعة النيل العربية وخصومات تصل لحد 20%. أعمالهم تحفة بجد، متنوعة من كتب علمية وفكرية وفلسفية وأعمال أجنبية مترجمة. نداء للباحثين والباحثات، مدارات للأبحاث والنشر في E48. فيها كل اللي بتدور عليه من أبحاث علمية وكتب مترجمة. بجد خدوا فكرة واشتروا بكرة عادي، مش هخسر حاجة. الله يا ست عبد الوهاب، كمان ايه الجمال ده. دار السراج B46. خصومات تبارك للنشر تصل لحد 50%. عندهم حاجات تحفة قوي بجد. نوتس، الله القمر ده. يلا من أول 25 جنيه و50 و100 جنيه اللي نمسكوا فيه، يلا كله. ويلا ناخد جولة في قاعة 2 ومنها ل3 و4. هتلاقوا في بلازا واحد هتلاقوا في بلازا واحد جاليري انتيكات وحاجات هاند ميد كتير جدا لطيفة، وكمان كتب مخفضة مستعملة. قاعة 2 حساسة للمثقفين بزيادة. خصومات لحد 40%. دار آفاق مش بتهزر، قرب قرب B51. اللوحات دي جامدة جدا في دار ينبع B50. دار كتبنا شغلها فاخر من الآخر. خدوا بالكم من أطفالكم يا جماعة، المكان واسع جدا وهيسيح منكم عشان لو قدر الله يحصل لهم حاجة. المعرفة بكبسولة. حبيت الفكرة، الراجل ده مجتهد وأنا بحبه جدا، الفنان محمد خميس. عصير الكتب تاني، الله. ايه ده، استنى، ديجافو ده ولا ايه؟ مش كنت انا من شوية؟ نهار اسود ومنيل،
اهرب على فين؟ اهرب على فين؟ دار ليان عاملين الصح وعاملين اوفر من اول 30 جنيه. مصور من الدور اللي بحبها وأعمالها لطيفة جدا. ايه الصرح ده، اللهم بارك. وقعت في حب المجموعة القصصية دي. من دار كتاب، خلاص انا اعتمدت حاجة من دار دي. ايه الجمال ده يا وفاتي. اديني في النوستالجيا فخر بلدنا. روايات مصرية للجيب وسلاسل قصصية اكتر من روعة. متنسوش يا اخواتي ان شاء الله السنة الجاية روايتي مع دار عصير الكتب، ادعولي. ولو كمان المتحدة تعملها مسلسل، مش عايز اكتر من كده. اديني في الخصومات كمان، مكتبة وهبة بي 18. الرسم بالكلمات عاملين شغل تحفة برضو، شابوه. يلا خلصنا قاعة 2، يلا على 3 و4. انا شام راحت فلوس اول ما دخلت، بس كده يا حبيبتي كتارة، مش انا قلت اللهم بارك. قاعة 3 و4 مخصصة أكتر للأعمال الغير مصرية والندوات. مركز أبو ظبي للغات العربية. الهيئة العامة للرقابة المالية. برامج حماية الوطن التعليمية. هائد الشارقة للكتاب. اللهم بارك، الدنيا هنا مختلفة تماما عن أول وتاني قاعة. فرهضة كتير أنا عارف، ريح يا حبيبي، طلع ريح برا أنا كمان. ثواني، ايه ده؟ انا حاسس ان الدار دي اكبر، ولا انا بتهيألي، ولا عشان فاضية شوية، مش عارف. حاسس ان انا شايف القاعة كلها.
ده لغة غريبة، لوحة كتيرة، ستايل الشعر. اخوات الاندونيسيين. القاعة دي أغلبها كتب دينية وتاريخية وندويات من مؤسسات زي الأزهر الشريف والإفتاء المصرية. لا أنا مليش طول على ندوات الحياة، يلا نكمل من هنا. كده هنا ندوة برضو. المخرج فين؟ أنا جوعت. المتطوعين دول بجد يا جماعة الله يبارك لهم، عايزين مكافأة بجد. اهو المخرج اهو، لفينا لف زي القمر، بقالي تقريبا ساعتين بلف. يلا نستحق بريك بقى. منظر الناس تحفة والله، انا مبسوط قوي. في صوت هنا، ثواني نشوف ايه الكلام ده. دي ربابة. يا بوي يا بوي يا بوي، اديني في التراث الشعبي. في الطرف الأستاذ صالح ابن الحاج العربي فرحان البكريس. اسمع التصريف حلو. انتوا فين يا جماعه؟ فين؟ ايوه كده شجعوا الناس. الفيديو دوت متصور يوم الخميس أول يوم المعرض، ورحت تاني يوم الجمعة. هذا كان اللهم بارك بجد، اختلاف السما والأرض بين اليومين.